تعرف ان في اتفاق حصل زمان في تاريخنا الاسلامي الصحابة كانوا شايفينه خسارة والقرآن سماه فتحا مبينا. حصل زمان سنة 6 هجرية المسلمين عملوا هدنة مع قريش، والهدنة دي اللي هي صلح الحديبية. في صلح الحديبية كل الصحابة كانوا شايفين الاتفاقات اللي حصلت دي خسارة كبيرة للمسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف ان هو ده الحاجة الامثل اللي ممكن تحصل للمسلمين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تخيل كمان ان الشروط اللي كانت موجودة شروط صعبة جدا، ان المسلمين يرجعوا من العمرة وما يعملوش عمرة السنة دي ويعملوا عمرة السنة اللي جاية. اي واحد يجي من قريش عشان يسلم المسلمين يردوه تاني لقريش، واي واحد يرتد من المسلمين عادي خالص ان هو يرجع لقريش وهو يرتد. في الوثيقة يتكتب محمد بن عبد الله، ما يتكتبش محمد رسول الله. ورغم كل الشروط اللي بتبان انها صعبة الرسول صلى الله عليه وسلم وافق عليها وكان شايفها فتحا مبينا. طب ليه كانت فتحا مبينا؟ لان الرسول كان شايف ان الصلح ده بيخدم الصورة الكبيرة لدولة المسلمين. ال10 سنين دول ده بيبقى اعتراف رسمي بكيان المسلمين ودولة المسلمين وسط قريش ووسط العرب كلها. كانت الهدنة دي هتسهل على المسلمين ان هم ينشروا الدعوة ووسط القبائل اللي موجودة حوالينهم. وبعد سنتين بس من صلح الحديبية دخل افواج كتير من الناس الاسلام، وده كان دليل ان صلح الحديبية ما كانش نقطة ضعف ولا حاجة، بالعكس ده كان اكبر حاجة استراتيجية ممكن المسلمين يعملوها علشان تساعدهم ان هم يحققوا الهدف بتاعهم الكبير وهو نشر الدعوة. فاحنا نتعلم من القصة دي ان التفاوض مش بس فكرة ان انا هكسب ايه دلوقتي، ولكن التفاوض ما بيني وما بين اي حد فكرته ان ده هيفيدني في الصورة الكبيرة بتاعتي ولا لا، هيفيدني في اهدافي الكبيرة ولا لا. ممكن يكون في تفصيلة صغيرة هخسر فيها على المدى القصير، ولكن المهم هي على المدى البعيد هتفيدني ولا لا، هو ده اللي يحكم انا ماشي في التفاوض صح ولا لا. كمان التفاوض بيحتاج مرونة وسعة صدر. ودي كانت الحلقة الثانية من سلسلة حصل زمان. ما تنساش تتابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي جاية.